جايز كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير. واليوم جيت معكم بواحد الفيديو جديد. ما كرهت الصراحه نعطيكم 28 ادفايسز اللي تعلمتهم انا دابا تندير 28 يس. المهم 28 ادفايسز اللي جمعتهم في الاعوام كاملين، واللي الصراحه ما كرهتش شي واحد يكون قالهم لي وانا يلاه باديه 20 عام، دونك جمعتهم كاملين وبغيت نعطيهم لكم على طبق من ذهب. يلا نبدا بالفيديو. جبت كلشي في الايباد كما العاده، وغادي نبدا لكم اول حاجه صراحه اللي كتعطلنا بزاف وكتخلينا ما نديروش بزاف ديال الحوايج بحالنا هي المقارنات. ما عمرك ما تقارني راسك بشي واحد في لاج ديالك، في الجروب ديالك، قرا معاك اولا شي حاجه، حيت كل واحد واللايف لاين ديالو. دونك حنايا مثلا كاين شي حوايج كنخدموا عليهم باش كنوصلوا ليهم، كيخصنا ليهم الخدمه. كاين شي واحد اللي تعطى ليه بزاف ديال الفرص في حياته انه يدير حوايج زوينين، مثلا في خدمه تعطات ليه فرصه من الدقه الاولى، ولا مثلا تعطات ليه فرصه يقرا في شي ايكول زوينه. داكشي كامل ما تيحددش شنو غادي نكونوا في الفيوتشر ديالنا. دونك كل واحد يركز على راسو وتركزي على الحياه ديالك وعلى اللاين ديالك. وهادشي كنقولو راسي حيت بصح هاد القضيه كتعطل بزاف. هاد النصيحه حتى هي مهمه بزاف، والله الا انا تعلمتها من الهارد واي. هي ما عمرك تصغر من راسك تشوفيت مع شي مجموعه اللي هما قل منك. هذه واحد النصيحه اللي مهمه بزاف. شي بنت ولا شي واحد ايا كان، المونطاليتي ديالو ماشي بحالك، انت احسن منه في شي حوايج، ما تبقاش تحشم انك تبين راسك انك احسن منه، ولا انت عارف عليه، ولا انت فايتو في واحد الحاجه حيت هو تياخذ من الانرجي ديالك و تيطلع عليك. دونك انت في الاول صغرتي راسك شوفيت، ولكن من بعد كتولي هذيك هي الرياليتي ديالك وهو تياخذ لو رول ديالك. الحاجه الثالثه اللي غادي ننصحكم بها هي always invest in yourself. ديما خصكم تانفيستيو في راسكم بكاع الطرق. بنات ودراري خصنا نانفيستيو في راسنا. مثلا انا شي حاجه اللي ماشي كونفورطابل معاها، ديما خصنا نانفيستيو في راسنا باش نتحسنوا. انا غادي في الدنيا وانا كنانفيستيو كنزيد لقدام باش تنبدل من راسي في هذه الرحله اللي انا غادي فيها، ماشي كنبقى ديما في البلاصه اللي حطوني فيها النهار الاول. الحاجه الرابعه هي رومانتيسايز يور لايف. هي ديما نفرح بداكشي اللي عندي ونعيش حوايج زوينين بداكشي اللي عندي، ونخلق راسي لا روتين واحد الجو زوين. علاش لا ديما ما نديرش حوايج لراسي زوينين، ما نفرحش في داري، ما نديرش داكشي خصو يدار، ما نفرحش مع والديا، ما ندوش معاهم وقت زوين، فهمتي، نفرح بالحياه اللي عندي. هذا راه واحد لو كونسيبت الا بغيتو تقلبوا عليه راه كبير بزاف، وكان واحد الوقت دار بوم في يوتيوب، بزاف الناس ولاو تيهضروا عليه. هي ديك لي ديتاي الصغارين اللي كيجيبوا لك حوايج زوينين. الحاجه اللي غنقولها دابا كتبان شويه كرينج، ولكن راه هي بصح حقيقيه، هي بيوسيلف. ديما كون انت. الحاجه اللي ديما خصنا نكونوا هي حنايا. داكشي اللي كيمثل لي راسي وداكشي اللي كنحس براسي انني عليه ديما نبينو للناس. ما عمرني ما نتصنع باش نكون في واحد الجروب، ما عمرني ما نبغي نخشى راسي صحه مع شي ناس ما كيشبهونيش، وما عمرني نتبنى شي شخصيه ماشي ديالي. داكشي اللي عندي كنبينو للناس كاملين. عجبتك ما عجبتكش دبر راسك. دو بريفيرونس اننا نكونوا كما حنايا نورمالمون باغين، باش ديما تنقدروا نانفيستيو تنقدروا نزيدوا في لا بيرسوناليتي ديالنا. مثلا ملي كنكون انا كنعرف حتى العيوب ديالي، وكنعرف شنو الحوايج اللي كيخليوني ما نكونش مزيانه مثلا مع الناس، ولا ما يكونش عندي كونتاكت مزيان، ولا علاش مثلا ما كنديرش الصحاب، ولا علاش ما كنزيدش في حياتي حتى نتفيكتيميزا في الحياه. بزاف ديال الحوايج. وكاين اللي تنبقى نكذب باش ندخل في اي جروب، ما تبقاش عندي ايدونتيتي، ما كتبقاش عندي هويه، كنولي انا مسخ فين ما حطيتيني كنولي هو داك لا بيرسون. دونك ملي ما كانش حطيتيني مع ناس تيضحكوا كنولي كنضحك. حطيت هذه ما تتسماش زعما انسان اللي شويه عنده الليونه، لا، ولكن كاينه واحد النوع ديال الناس اللي فين ما يجلس معاك كتحس به داكشي اللي كتقول ليه كيقول لك هاد الناس ما بغيتوش تكونوا، حيت كتضيع لا بيرسوناليتي ديالك، وما تكونش عندك ايدونتيتي، وما كتكتشفش الناس اللي غادي يجيو معاك، اي ميم طون ما كتقدرش انك تطور من راسك. وواحد الحاجه اللي ما عرفتش دابا وصلنا قرا 6، المهم سادسا واحد الحاجه اللي حنا في المغرب ما عندناش، هي خلي راسك تجرب. خلي راسك تجرب. مثلا الا قريتي واحد الحاجه وما عجباتكش وخدمتي فيها، انت ديجا اصلا كتبقى تقول نضيع الوقت الا بغيت نعاود من الاول، ولكن داك الوقت راه تخلص، راه ضاع. اللهم نضيع واحد شويه د الوقت واحد الحاجه اللي عرفت راسي ما عمرني ما غاديش تعجبني، ونمشي نقرا حاجه اخرى ولا نتعلم حاجه اخرى باش نخدمها. ولا مثلا واحد الجروب ديال الناس ولا واحد العلاقه اللي ما خداماش ليا وضيعت فيها واحد الوقت، ماشي ضيعتو فيها، دونك تعلمت راه باش وصلت للكونكلوزيون ديال ان ديك الحاجه ما عجبانيش، هذيك راه بيان سور انا درت لي فور باش نوصل ليها. ولكن باش نوصل لديك الحاجه اللي انا عارفه راسي باللي
ما مسلكانيش راه خديت فيها لي فوق، خديت فيها وقت وتعلمت فيها، ولا لوسون ديجا تخادت، وداكشي اللي خصو يتخلص خلصته من الوقت ديالي. دونك خلي راسك تجرب. الا ما كانش عاجبك شي حاجه، مثلا خدمتي واحد الحاجه ما عجبكش وانا عارفه راسي شي حاجه اخرى كتعجبني، نديرها او ميم طون. والحاجه السابعه تنظن نسميها سبعه، الحاجه السابعه هي ما عمرك تربط داكشي اللي باغي توصل ليه بان لاج. انا ملي كنت صغيره كنت كنقول ملي توصل عندي 25 عام غادي نكون خدمت ودرت هادي وشريت هادي وفعلت هادي وعندي لا فواتور ودرت الدار وشريت داري وسافرت مع نعرف فين وهادي. وكان فيما تندير شي انيفرسير ديال 21 22 23 24 25 26 كنت كنحس براسي تنتزير في هذاك النهار. اقسم بالله حتى كنت كنحس براسي بحال شي واحد، بحال انا معطله. علاش ما عرفتش علاش معطله، مع العلم ان العشرينات ديالك كامله انا كتبداي تجربي فيهم شنو بغا، ويلاه تكوني ساليتي قرايتك تخدمي هنا وهنا وهنا وكتجربي هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه شنو عجبك. ولكن انا كنت رابطه داكشي خصني مع فين نوصل في 25 عام، وهذاك الشيء ما عمره ما كان بصح. ولا مثلا في 30 عام ما عمرك ما تربط شي حاجه اللي باغي، عطيها الوقت ديالها. ديما اي حاجه تكون عندك عطيها ديدلاين، دونك نديرها في واحد الوقت معين، ولكن ما عمرني ما نربط النجاح فيها في واحد الوقت. واحد النصيحه اللي مهمه وبغيتكم بصح تسمعوني عندي، يمكن هذه هي النصيحه الثامنه، هي ديما يكون عندك دي برينسيپ في حياتك، ديما يكون عندك مبادئ في حياتك، ما تبقاش غير غادي في الدنيا غير هكاك. مثلا نعطيكم مثال، الناس اللي ما عندهمش دي برينسيپ وبنات وولاد مثلا كيمشيو على برا وتيمشي كيلقى لا ليبرتي بوغ لا بروميير فوا، تيدير شي حوايج اللي ما خصهمش يداروا حيتاش ديجا هو كانوا حابسوا مثلا في المغرب غير لي ليميت ديال لي بارون ديالو. ولا مثلا شي واحد تحط في واحد لا سيتوياسيون وكيصدق دير شي كارثه كحله مع شي واحد غير حيت ما عندوش لي برينسيپ. لي برينسيپ هما اللي تيخليوك انك تمشي في واحد الطريق عارف راسك شنو باغي، وعارف راسك بلي الناس ما يقدروش يتجاوزوا معاك واحد لا ليميت، وعارف شنو باغي وشنو ما باغيش، واللي ليك واللي عليك. هادو هما لي برينسيپ. واحد البرينسيپ اللي غادي تبدا تعلمو حتى الاخر ديال لي فانتان ديالك اولا حتى الاول ديال الثلاثينات، هي ديما تحط الفاميلي ديالك بريوريتي في الحياه، وديما تعطيهم وقتهم. ملي كنكونوا صغار تنكونوا عاجبين صحابنا وباغيين نخرجوا معاهم وهذا وهذا، ولكن ما تنكونوش حاطين والدينا وداك الشيء. ومثلا ملي كتزوج كيكون عندك عاوتاني بريوريتي اخرى هي دارك وراجلك وهذه ما كنكونوش حاطينها بريوريتي في الحياه. ولكن من بعد تنعرفوا باللي والدينا مثلا الا جات خارجه مع والدينا غنصبقوا بيان سور على صحابنا، وكيوليو عندنا والدينا هما صحابنا، وبريوريتي عندنا في حياتنا والدينا ولا فامي بروش ديالنا كنصبقوهم ديما على الصحاب ولا الخروج مع الناس الاخرين. كنظن وصلنا الادفايس رقم 10. دونك اي حاجه ما بغيتيش ديرها ما ديرهاش. هذه واحد القضيه اللي تعلمتها سورتو في الخدمه. اي حاجه انا ما موافقش نديرها ما نديرهاش، ما نبزش على راسي انني نديرها فقط باش نرضي مثلا الخدمه اللي انا معاهم ولا الناس اللي انا معاهم. ما نديرش واحد الحاجه اللي كتجي عليا ولا كضرني وماشي فيا المحاسبه ولا شي حاجه، ولكن من حقي ما بغيتش ندير شي حاجه مع شي واحد ما نديرهاش. وما ديرش عاوتاني شي حاجه مع شي واحد باش يدير معاك واحد الحاجه وملي ما تلقاش الريتورن ديالو غادي تمرض. دونك انا الا ما بغيتش ندير واحد الحاجه بصفه نيه ونديرها وانا مرتاح ما نديرهاش. من مننش على شي واحد وما نديرش واحد الحاجه مثلا زوينه مع شي واحد وفي الاخر نبقى نمنع بها. دونك من الاحسن من الاول الا ما بغيتش ندير شي حاجه ما كنديرهاش. وواحد النصيحه اللي كتبان كليشي شويه ولكن دونت جيف اب. ما عمرك ما تستسلم في هذه الحياه، وما عمرك ما ترضى بشي حاجه قليله اللي كتبان لك انت قليله، حيت الا كانت كتبان لك انت قليله دونك انت ما مصابش لديك الحاجه ولا انت ما مصابش لديك الحاجه. انت باغا اكثر في الحياه دونك باغا اكثر. ما عمرني ما نجيب اب، ما عمرني ما نقول صافي انا قريت مثلا حتى ما خديتش الباك ومن وراها خرجت مشيت خدمت صافي هذه هي الواقع ديالي. لا، نقدر نعاود نقرا، نقدر نكمل القراءه. ديما تكون عندك ديك القضيه ديال نقدر نزيد لقدام، مازال عندي لاسباس، مازال عندي مادام انا عايش نزيد لقدام في الحياه ونزيد نعطي. ولكن مادام انا عايش ديما نبغي اكثر. او النصيحه اللي من وراها هي find your own style. ملي كتلقى ستايل ديالك اللي تيعجبك في الحياه، كيعجبك في الحوايج اللي كيعجبك في اللبس اللي كيعجبك في الصحاب اللي تيعجبك في هادشي كامل، كتعيش مرتاح. ملي كتكون لاقي داكشي اللي باغي في الحياه كتعيش مرتاح وكتعيش سعيد وكتلقى لا ديفينيسيون ديالك في الحياه. حيت اي حاجه كنديروها كتعبر علينا، الدار اللي حنا ساكنين فيها كتعبر علينا، الحوايج اللي كنلبسو كتعبر علينا، اللايف ستايل ديالنا اللي كان هيلثي ولا ماشي هيلثي كيعبر علينا، والناس اللي دايرين بينا كيعبر علينا. دونك ديما تلقى الستايل ديالك في الحياه. واحد النصيحه سورتو البنات، سورتو حنا البنات،
ما عمرك ما تحاولي انك تبدلي شي واحد كيما بغا يكون هذا الواحد. لا لي بارون ديالنا، لا الناس اللي كنتعرفوا عليهم، لا الراجل اللي باغا تزوجي بيه، لا صاحبتك، لا حتى شي واحد. ما عمرك ما تبغي تبدلي شي واحد. تلاقيتي بواحد لا بيرسون تيل كالي كيما هي، بانت لك ما صالحاش ليك او لي برينسيپ ديالك ما غاديش معاها، شاو اميغوس. ما عمرني ما نبقى نضرب راسي ونضارب مع ديك السيد نقول له لا خصك تبدل وانا ما كتعجبنيش هاد الحاجه، ونبقى نمرض راسي ونحط فيه لا فوق. علاش هذيك لي فوق اللي تنحطو فين نحطو في راسي؟ النصيحه اللي من وراها اللي غادي نعطيها لكم هي غادي تبويدي العادات اللي تتعاونك في الحياه. ديما بولدي عادات اللي كيعاونك في الحياه. مثلا عاده ديال الرياضه كتعاونك الونغ تيرم. اصلا ملي كتفوت لي كارونتين، انا صافي 28 اللي تنفكر في كارونتين، ملي كتوصل لي كارونتين ما كتبقاش عندك السبور كوم شوا. مثلا هيلثي فود ستايل ونطيب، مثلا نبويلدي العاده ديال الطياب، كنولي كناكل الماكله نقيه ديال الدار. مثلا نبويلدي العاده ديال القرايه، نبويلدي واحد العاده اللي ديما تنتعلم شي حاجه جديده. ملي كتكون عندك واحد الحاجه اللي عاده ما كتبقاش تضرب فيها تمام، دونك كتولي تجيك عاديه، كتولي تجيك ساهله، ماشي بحال شي حاجه اللي كتبقى تضارب معاك كل مره باش تاخذها. واحد العاده، واحد الحاجه اللي حتى انا خاصني نحيدها، حيدي العجز ولي زوبستاكل مونطال اللي حنا ديما تنحطوهم من راسنا بيننا وبين راسنا. في الاخر غادي تعرف بلي كلشي بسيشيك. هذه واحد القضيه اللي بصح بزاف ديال المرات تنعكزوا على واحد الحاجه وتولي جينا كبيره. مثلا انا عاكزه على هذا الفيديو اللي كندير دابا، انا عاكزه عليه، ولكن هذا لوبستاكل اللي انا دايره شحال من نهار دابا انا تنفكر باغا ندير هذا الفيديو وما درتوش. هذا اوبستاكل مونطال، انا اللي معطله راسي باش ما نديرش واحد الحاجه اللي انا عاجباني وباغا نهضر معاكم وداكشي نعطيكم نصائح زوينين. انا اللي موقفه راسي، دونك انا من ما وقفتش راسي انا جالسه كنهضر وكنصاوب فيديو غادي نسالي غادي نمونطي ونحطو ونصاوب عاوتاني فيديو اخر ان شاء الله وندير واحد الحاجه اللي كتعجبني. ولكن هذاك لي زوبستاكل اللي كنت حاطاهم من قبل كانوا دي زوبستاكل مونطال. الحاجه اللي من وراها كتكون بزاف ديال النصائح وبزاف ديال الهضره، ولكن هادشي غيكون مصلحتكم. ما عندي ما ندير لكم تبعوا الفيديو. غادي تبويلدي راسك واحد الحياه اللي انت ولا انت مرتاحه فيها. انا بالنسبه لي كاميرا ما كرهتش نبويلدي راسي ديما حياه اللي نكون انا كندير فيها داكشي اللي كيعجبني ومرتاحه فيها، وكندير فيها داكشي اللي كيناسب شخصيتي. مثلا ملي كنبويلدي راسي واحد الحياه اللي فيها لا ترونكيليتي، اللي بعيده على الناس ولا على لي جون اللي سلبيين، اللي كندير فيها عادات زوينين وكنكون مرتاحه، اللي كنسكن في واحد البلاصه اللي انا مرتاحه فيها، اللي كنكون بعيده على الناس اللي توكسيك او الخدامين اللي توكسيك. هادشي كامل كيصب في المصلحه ديالي، وانا كنعيش واحد الحياه اللي ترونكيل ما فيها لا صداع حتى شي حاجه وكنكون مرتاحه انا في حياتي. واحد النصيحه اللي مهمه بزاف واللي حتى انا طحت فيها، اسمحوا لي نقول لكم هاد الكلمه، ولكن ما عمرت التحوفير ما تيكون هو الحياه. ما عمرت التحوفير ولا ديك التماره الخاويه كتكون هي طريق للنجاح. ديما كاينه واحد القاعده ديال work smart don't work hard. وكاين واحد الكتاب اللي زوين بزاف تنقراه دابا، قريته من قبل تنعاود نقراه، هو هذا الكومباوند افكت. كيهضر على ان داكشي اللي كنديرو صغير كل نهار تيبويلدي لينا واحد الحياه الونغ تيرم، وكيبويلدي واحد الريزولتا كبيره. واحد الكونساي مهمه لينا حنا البنات سورتو انا جربتها من اول مره خدمت فيها، هي ما عمرك دير اصدقاء في الخدمه. الناس اللي كاينين في الخدمه كيبقاو دي كونيسونس ديال الخدمه، شي حاجه اكثر من اننا نهضروا في الخدمه ونضحكوا ما كايناش. شنو كندير في حياتي ما كايناش. شحال عندي الفلوس ما كايناش. شنو باغا ندير من ورا ما نسالي الخدمه ما كايناش. الهضره بزاف معاهم ما كايناش، ونتلاقاو من مور الخدمه ما كايناش. الناس اللي كنتلاقاوهم في الخدمه ماشي صحابنا، هادوك واحد الناس اللي تفرضوا علينا اننا نخدموا معاهم، كيخصنا نسامباتيزيو معاهم الامور باش نخدموا معاهم بزاف ديال السوايع، حيت راه كنبقاو معاهم اكثر ما كنبقاو في دارنا، ولكن هما راه ماشي صحابنا دوتو. ما عمركم ما ديروهم صحابكم، حيت في الاخر ملي كيضربوا المصالح، هادشي حنا تنهضروا الناس براسهم كل واحد كيفاش داير، ولكن تنقول لكم انا ملي كيضربوا المصالح ما تيعقلش عليكم بنادم. اللهم من الاول ما نصاحب مع حد، وحتى شي واحد ما يعرف عليا شي حوايج اللي يقدروا يضروني انا في خدمتي. دونك من الاحسن كل واحد يشد تيقارو. انا كنقولها دابا البنات اللي يلاه طالعين في لي فانتان ديالهم، لا في لي ستاج، لا في كلشي، البنات شدوا تيقاركم. ما تصاحبيش مع حتى شي وحده في الخدمه، ما تصاحبي مع حتى شي واحد في الخدمه، كل واحد يبقى شاد تيقارو. من الاحسن بغيتي تعرفي على شي حد تعرفي عليه من مور الخدمه، صحابات ديريهم صحابات اللي كتعرفيهم من غير الخدمه. الخدمه خليوها الخدمه، يعطيكم الستر. واحد الحاجه اخرى، واحد النصيحه اخرى،
هي ديما هاد كواليتي تايم مع الناس اللي كتبغيهم، ديما تكون عندكم واحد الوقت اللي زوين كل نهار، مثلا مع العائله ديالكم ولا مع صحابكم ولا مع راجلك ولا مع مراتك، تعيش معاه داك الوقت اللي كل نهار واحد نص ساعه ولا ساعه تكون ديالكم، تهضروا فيها تضحكوا فيها، تكون عندكم وقت ديالكم زوين. ديما تكون عندكم كواليتي تايم. كواليتي تايم صافي ديال واحد الوقت اللي ما كندير فيه حتى شي حاجه اخرى، ماشي انا كنسكرولي وانا كواليتي تايم اللي جالسين تناكلوا ولا لا، واحد الوقت اللي كنركزوا فيه على بعضياتنا. و الكونسيل اللي من وراها هي don't let your mood control you. ما عمرك ما تخلي النفسيه ديالك او داك النهار واش راشقاك ولا ما راشقالكش تكونترولي النهار ديالك كيفاش غادي يدوز. واخا يكون ما راشقاش ليا من امباكتاش على الخدمه ولا على داكشي اللي انا باغا نديرو في داك النهار. مثلا انا دايره واحد تو دو ليست بالليل، باغا ندير كذا 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 كذا، في الصباح باغا نمشي، راشقه ليا ما راشقاش ليا نمشي نخدم، راشقه ليا ما راشقاش ليا ندير لي طاش ديالي وانا ضاحك، راشقه ليا ما راشقاش ليا نمشي لاصال، راشقه ليا ما راشقاش ليا غنطيب لراسي، راشقه ليا ما راشقاش ليا غادي نجمع الدار. داكشي اللي خصو يدار خصو يدار. ما خصناش نبقاو ندخلوا المود ديالنا واش راشقه لك ولا ما راشقه لكش في الحياه ديالك، ولا مثلا في علاقاتك مع الناس، ولا بقينا نتخلق على عباد الله بحال شي واحد تيصبح ما راشقاش ليه ويداز في الناس كاملين. هذاك الشيء ديال راشقه لك ما راشقاش لك في النهار كل واحد ربي كيعلم به كيفاش كيصبح، ولكن الناس ماشي سوقهم ولا طاش اللي خصهم يداروا ماشي سوقهم. واحد النصيحه ثانيه مهمه من وراها هي داكشي اللي تعلمنا في المدرسه، لوحوا في الدار وتزبل. انا نجيكم الصراحه، حيت القرايه ماشي قرايه المدرسه، داكشي اللي تعلمنا في المدرسه سا غيان ابوه مع الحياه. انا مثلا غير في القرايه اللي قريت انا، ملي كتقرا كيعلموك دير ديسان اندستريال على الوراق، وملي كتمشي تخدم كتكون عندك دي لوجيسيال، وبزاف ديال لي لوجيسيال معقدين اللي خاصك تعلم ليهم. ومثلا تعلمت الكالكول ما خدمتش به في شي حوايج، دونك ما عندها حتى شي علاقه. حتى داكشي اللي كنتعلمو كامل لا على التاريخ، لا على كلشي، ما عنده حتى شي علاقه، لا على كيفاش نتعاملوا مع الناس، لا على داكشي كامل. داكشي اللي قريتو في المدرسه لوحو في الدار وتزبل. وضروري غادي خصنا نديرو واحد القضيه، غنقراو، غنتفرجوا فيديوهات، غادي نتعلموا حوايج من عند الناس اللي عارفين ما يقولوا، ماشي غادي نبقاو غير عايشين في الحياه وصافي. ضروري غادي خصنا نتعلموا شي حوايج، ولكن نتعلموهم ابار القرايه. حنا عندنا واحد القضيه صافي تنقراو صافي ثانيا، راه ما كايناش هذا، خصنا نتعلموا شي حوايج باش غادي نعيشوا، نقراو حاجه وباش غادي نعيشوا حاجه اخرى. هذه غادي تعطينا الحاجه اللي من وراها، اولا الكونساي او الادفايس اللي من وراها هي ديما غادي خصنا نربيو راسنا. عرف هاد الكلمه مش كندير، ولكن بصح انا تعلمت دابا عندي 28 عام، ديما خصك تربي راسك، ديما خصك دير لا بونيسيون لراسك وتقوم راسك، تشوف الحاجه واش مزيانه ولا ماشي مزيانه اللي درتيها، وعاد تعلم كيفاش تعيش وتعلم كيفاش تعيش مع شي حوايج اللي انت مثلا ضارينك. هذاك الشيء كامل هاد ملي كنكبروا ما تنبقاوش نبليميو الناس الاخرين، صافي سالا داك الشيء فيكتيميزينا ملي كنصح صافي. ملي كتكبر كتولي انت عندك المسؤوليه باش كتقاد حياتك، دونك داكشي اللي ما تعلمتيش في داركم وفي المدرسه اكسيتيرا في البلايص كاملين عندك انت خصك تعلميه لراسك. work to learn not just to earn. ديما غادي تخدم باش غادي تتعلم، ماشي غير باش تربح الفلوس. انا عارفه بلي الفلوس مهمين، ولكن اي خدمه شتي خدمه في سونطر دابيل مثلا ما عندها حتى شي علاقه بالدومين ديالك، راه كتعلمك بزاف ديال الحوايج. غير باش كتجيري لي كليون، باش كتصبر على البشر، راه هذيك بوحديتها راه واحد السكيل اللي ما يعطيك حتى شي واحد. غير باش كتنوض كل نهار وكتمشي للخدمه في الوقت ديالك كدير داكشي اللي خصو يدار، هذيك بوحديتها سكيل. دونك انا ملي كنكون في واحد الخدمه ديما كنحاول نتعلم لو ماكسيموم بلا ما نخليهم يحرتوا عليا، بالعربيه تعرفت. دونك كنحاول نتعلم انايا لو ماكسيموم، نستافد لو ماكسيموم انا في وسط ديك الخدمه، ندير لو ماكسيموم دانفورماسيون معايا قبل ما نخرج، نتعلم اي حاجه غير خصني نديرها في ديك الخدمه نتعلمها. انا كنت واحد النوع ديال الناس ومازال من ديك النوع، انا ما تيبانش لي شي حاجه ما نقدرش نتعلمها. اي حاجه كنشوفها مثلا خصها تدار كنتعلمها وكنديرها، ما تنقولش لا راه ما تنعرفش ندير، كنجي كنتعلم ديك الحاجه ونديرها ديك الساعه. وهذه كتدينا لواحد الحاجه اللي من وراها اللي مهمه بزاف، وبزاف ديال الناس ما عندهمش، سمحوا لي البنات، ولكن ديما يكون عندنا سيلف ريسبكت، ديما نحترموا راسنا. احترام ديال النفس داخل فيه بزاف ديال الحوايج، من بيناتها هي انني ما نكونش انسان اللي محلول في الخدمه ولا في اي بلاصه مع اي واحد، نخلي نعزز راسي ونعطي راسي واحد لا فالور اللي باش الناس الاخرين يعطيوها ليا، ونحترم راسي. ديما نحترم راسي، نحط راسي في واحد البلاصه اللي زوين. تيقول لك الناس ديال زمان تيقول لك فين حطيتي راسك، فين حطيتي رجليك تلقى، المهم شي حاجه بحال هكا.
المهم زعما فين حطيتي راسك غادي تلقاه. دونك انت مثلا اللي ديما حطيتي راسك واحد البلاصه زوينه، ونعزز راسي نحط واحد القيمه واحد لابارا لراسي في الخدمه ولا في اي بلاصه، ما نخلي حتى شي واحد يفوت معايا لي ليميت. داك الساعه تيكون عندي الاحترام ديال النفس، وانا كنحترم راسي وكنزيد نقدر راسي وكنعرف راسي بلي كندافع على راسي. وواحد النصيحه اخرى سورتو حنا العيالات، ديما تانفيستي باش يكون عندك وقت كثر لراسك. مثلا الا كنتي خدامه دو بريفيرونس، مثلا الا كان عندك لي موين تجيبي اون فام دو ميناج تعاونك تخلي لك وقت كثر لراسك. تمشي مثلا داكشي اللي غادي ديريه في الدار، الا ما كانش عندك الوقت وكان عندك الوليدات وهذا، من الاحسن تمشي ديريه مثلا في الصالون باش تنقصي عليك الوقت الا كان شي واحد تيسر بيك. الا في لاكويزين داكشي اللي غادي يريحك مثلا ان روبو، داكشي كامل ناخذو باش يريحني في الدار، باش يبقى عندي الوقت كثر لراسي انا باش انا نرتاح. ماشي ديما نبقى جالس كنجري. مثلا لا فيسيل الوقت اللي غادي نغسل فيه الماء انت تغسل لهم ليا لا فيسيل، اي حاجه غتسهل علينا الحياه البنات نديروها. والله ما تبقاوش باغي نضربوا التماره راه ما تدير حتى شي حاجه. الناس اللي كيعيشوا مزيان ما تيضربوش التماره. حاول انك ما تضربش التماره. الانرجي ديالي نحتفظ بها باش نحطها في لا بون بلاص. وليداتي محتاجين ليا، مثلا راجلي محتاج ليا، عائلتي محتاجين ليا، الخدمه ديالي محتاجه ليا. ما يمكنش لي انني نبقى نضيع الانرجي في اي حاجه. والكونساي الاخر الصراحه ما عرفتش واش كملت 28 ولا ما كملتهاش. المهم هذه هي اخر كونساي. الا ما بغيتيش ديري واحد الحاجه ولا بغيتيش ديري واحد الحاجه البنات ما نديروهاش. ما عمرك ما تبزي على راسك شي حاجه، ما عمرك ما تبزي على راسك شي خدمه كيما بغات تكون ولا شي واحد كيما بغا يكون غير باش نتسمى دايره ديك الحاجه. من الاحسن انني ديما نختار باغ شوا البلاصه اللي كنرتاح فيها. ولا حسيتي براسك ديك البلاصه ما كتنتميش ليها ولا ديك لا بيرسون ما مسلكاكش، ما ديرش ان ايفور غير باش تسمى مثلا خدام ولا باش تسمى مزوج ولا باش تسمى عندك دي زامي. انا كنشوف بزاف ديال البنات والله كيبقى فيا الحال انها مسكينه مثلا ما كيكونوش عندها صحابات وداكشي، وكدير ان ايفور كبير غير باش تبقى معاها شي وحده وباش تبقى تخرج معاها وداكشي، والاخرى كتعامل معاها بواحد الطريقه خايبه وكتبروفيتي فيها وكتشوفيها كتبروفيتي فيها، وهي ما فهمتش واش ما تتشوفش واش مسكينه غير باش تحاول تفيتي في داك الصحوبيه وفي داك تكون عندها علاقه تاهي مع شي بنت وعندها شي صاحبه، كتقدر ان ايفور انورم وكتسمح في حقها بزاف ديال الحوايج وتلقاها هي كتخلص وهي كدير غير باش تسمى عندها اون امي. دونك من الاحسن البنات ما نديرش ان ايفور باش نبقى مع شي واحد وما نبقاش مع شي واحد وانا حاسه بداكشي ما خدامش، ولا نبقى في شي خدمه وانا حاسه بهم تيحرشوا فيا. ولا تسالش هاد القضيه انا بالنسبه ليا. دونك هذا هو كان الفيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ديروا لي فولو في هاد البلاتفورم، ديروا لي ابوني وباش تشوفوا الفيديوهات الزين. كتبوا لي شي كومونتير زوين بحالكم. راه درت ان فور كبير باش نصور لكم هاد الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي.